خلال سنوات قليلة استطاع المغرب أن يثبت مكانته كفاعل رئيسي في صناعة الطيران على المستويين الإفريقي والدولي. قبل أن نتابع بقية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. وأيضاً شاركونا آراءكم في التعليقات، ننتظر تفاعلاتكم. هذا التقدم السريع لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة استراتيجية متكاملة تقوم على تعزيز التنافسية، الاستثمار في الكفاءات المحلية، وخلق بيئة صناعية جاذبة. في هذا السياق، قدم حميد بن إبراهيم مدير المنطقة الصناعية ميدبارك رؤيته حول العوامل التي جعلت من المغرب مركزاً عالمياً لا غنى عنه في هذا المجال. رؤية حميد بن إبراهيم. صرح حميد بن إبراهيم في حديث مع مجلة صناعة المغرب قائلاً: تمكن المغرب خلال 20 إلى 25 عاماً من أن يصبح قاعدة أساسية لا يمكن تجاهلها في صناعة الطيران العالمية. وأوضح أن هذا النجاح يستند إلى 3 محاور رئيسية: تنوع النظام البيئي الصناعي، تنافسية القطاع، والاستثمار في الكفاءة المغربية. وأضاف: بدأنا من الأساس في سلسلة القيم الصناعية مثل أنظمة الكهرباء، واليوم نحن نعمل في مجالات متقدمة مثل محركات الطائرات بالتعاون مع شركات عالمية مثل سافران وبرات أند ويتني، كما أننا ننشط بقوة في مجال الهندسة. هذا التطور مكن المغرب من استقطاب أكثر من 160 شركة، منها شركات عالمية رائدة وشركات صغيرة ومتوسطة متخصصة، مما عزز النظام البيئي لصناعة الطيران. وأشار حميد بن إبراهيم إلى اتفاقية حديثة بين بوينغ وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات في مجال البحث التكنولوجي، مما يعكس تنامي جاذبية المغرب للشركات العالمية الكبرى. دور ميدبارك والمعهد العالي لمهن الطيران بحسب حميد بن إبراهيم لعبت مبادرتان أساسيتان دورا حاسما في تحقيق هذا النجاح. المعهد العالي لمهن الطيران IMA يعتبر هذا المعهد الذي أنشئ قبل 13 عاما بالشراكة مع الدولة مركزا لتأهيل الكفاءات، فهو يقدم تدريبا عمليا يلبي احتياجات الصناعيين الذين يشاركون مباشرة في العملية التعليمية لضمان موائمة المهارات مع متطلبات السوق. منطقة ميدبارك الصناعية. تعد ميدبارك منصة صناعية متكاملة طورت بالتعاون مع كازدا ديبوت وديجنستون، وتوفر بنية تحتية حديثة وبيئة مبتكرة تلبي احتياجات الصناعيين. ووفقا لحميد بن إبراهيم، فإن هذه المنطقة ساهمت في استقطاب استثمارات ضخمة، ما عزز مكانة المغرب على الساحة العالمية. المغرب القاعدة الأولى لصناعة الطيران. الجاذبية من خلال التنافسية. يعتمد نجاح المغرب أيضا على قدرته على تقديم قيمة مضافة فريدة في القطاع. ويقول حميد بن إبراهيم: ارتقينا بمستوى الكفاءة والتنافسية، ما مكننا من التخصص في مجالات ذات قيمة مضافة عالية مثل تصنيع محركات الطائرات والهندسة. اليوم أصبح المغرب القاعدة الأولى لصناعة الطيران في إفريقيا، وموقعه يزداد قوة مع مرور الوقت. ويوضح حميد بن إبراهيم: نجحنا في جذب لاعبين رئيسيين في مجال محركات الطائرات، وهو مجال حيوي للتحول التكنولوجي في القطاع. كما يدعم هذا النجاح شراكات استراتيجية مع الجامعات ومراكز البحث مثل الاتفاقية الأخيرة مع بوينغ. تمكن المغرب من تحويل نفسه إلى مركز عالمي لصناعة الطيران بفضل استراتيجية واضحة تقوم على جذب الاستثمارات، تطوير الكفاءات، وخلق بيئة صناعية تنافسية. هذا النجاح يجعله نموذجا يحتذى به في إفريقيا وخارجها، ويؤكد على إمكاناته كوجهة رئيسية في هذا القطاع الحيوي. وفي نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة تعليقاتكم. نحن بانتظار آرائكم.